ماشي. ركزوا معايا عشان ان شاء الله اعملها دلوقتي على المباشر. ماشي. دي وصفة العسل للعيون. دي وصفة العسل للعيون اهي، هعملها لكم مباشر حالا. وصفة العسل للعيون. طب انت عندك ايه؟ عندك مية بيضة، مية زرقاء، عصب العين، غبشة، نظرك ضعيف، في وجع في عينيك، يعني عارفين ايه؟ آه يعني ربنا بيجعلها سبب في الشفاء. ناس كتير قوي قوي عملوها. تمام. اما لو انت عندك ارهاق بسيط مش من زمان ولا حاجة، وناتج على انك انت عينيك فيها التهابات من جوه ومن بره، بس مفيش لا ميه زرقاء ولا ميه بيضاء ولا بتاع، بتجيب ازازه ميه تحطها في الفريزر تعمل تلج، وتحطها على عينك كده دقيقه، وهنا دقيقه، وهنا دقيقه، وهنا دقيقه، وهنا دقيقه، وهنا دقيقه، 3 دقايق تعملهم. تغمض عينيك في مكان ضلمه ساعتين ونص 3، وتفتح عينيك بأمر لا ترتاح. دي المية. أما العسل ما تعملهاش إلا لما تنظف قولونك. تمام. أنا هعملها لكم دلوقتي على عام، بس أنا هقول لك عشان ممكن عدم نظافة القولون، لأن نظافة القولون نفسها بتصحح النظر. دي حاجة. الحاجة التانية، واحد عنده جيوب أنفية فأنا عامل له صداع فوق عينيه، استنشق بميه وخل، معلقه خل وكوبايه ميه. طيب واحد تاني عنده سكر كده كده وعامل له ضعف، فاحنا هننضف القولون ونمشي على نظام اكل. نمنع 4 حاجات: الخبز والحلويات والمقليات في الزيت والمياه الغازيه والعصاير. كل حاجه، كل محشي، كل رز، كل سمك، كل لحوم، كل دجاج، كل حاجه الا ال4 حاجات دول عشان السكر يتظبط. وبعد كده بتعمل وصفه العسل للعين. فاحنا دلوقتي انا فضيت شويه همت معايا، وهنعمل بيهم وصفه العسل للعيون. خلاص كده. ركزوا معايا عشان الناس تقول لك انت بتحط العسل جوه ولا بره. لا، جوه وبره، وافضل ادعك عينيا جوه كده اهو. ركزوا معايا يا اخوانا، الوصفه مش هتاخد اقل من دقيقه. ماشي. خلاص كده. سمي الله. ادي العسل اهوت، اهوت اللي انا فضيته اهوت، وتدخله في العين جوه اهو، ها، من جوه ومن بره. ماشي. هيحرقك شويه. ماشي. هيحرقك شويه وهتدمع، عينيك هتدمع، مفيش مشاكل. ماشي اهو يا اخوانا اهو. خلاص اهو. انا عملت الوصفه اهوت، عينيا مفتحه هي بس بتدمع شويه، لان العسل بيغسل العين من جوه وبيخليها حاجه كده رباني سبحان الله العظيم، لان ربنا قال فيه شفاء للناس. تقوم من النوم تعبان عندك ميه زرقاء ميه بيضة اهو. ماشي اهو. تمسح الحاجات اللي هي الزيادات اللي هي على العين يعني. اخوانا انا الفترة اللي فاتت بقالي فترة ما عملتوش، فهو بيوجعني شوية، بس المقابل ان انت عينيك بترتاح امر الله يعني.
كم مرة؟ أنا بقول لك على قد ما تقدر تستحمل. أنت النهاردة عملت مثلا مرة دلوقتي، ماشي، وعينيك ارتاحت، هتعمل تاني ليه؟ خلاص. فاهمين؟ فأنت بتعمل بص الدموع بتنزل اهي مني اهي بتدمع شوية، بتغسل العين جوه. أنا الوصفة دي كنت قعدت يجي 30 40 سنة أدور عليها بتتعمل إزاي، ولما ربنا أكرمني وعرفت أعملها، طلعت أو شفت حد بيعملها، طلعت قلت للناس اهي عسل جوه عينيا اهو 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 اهو. ماشي، حاجة كده رباني، انا مش بتكلم وخلاص. ماشي، انا بتكلم عن تجارب شخصية وحقيقية مش كلام. والله العظيم يا اخوانا، يعني من اقوى المرات. ايش علاج الناسور الشرعي؟ انت فاكرني مش شايف يعني؟ الناس غريبة والله. احنا بنتكلم في العيون وهو بيتكلم في تحت. من اقوى المرات اللي عملتها اهيت. بص زي ما يكون حاجة بتشيل الجلخ اللي على العين كده. شو بيعمل العسل للعيون؟ لو عندك مية زرقاء على العين، مية بيضة، ضغط عين، حساسية في العيون، بتاع دهوت، غبش على العين، تبالك، ضعف، نظر. كمان لو عندك ايه تاني، كم مرة في اليوم؟ هي مرة واحدة في اليوم. وبعدين في حاجة بتعملها وتغسل العسل بعد ساعة، او تعمله وتنام بيه. كده كده ايه، مش هيضرك في حاجة. الناس بتحط يا اخوانا القطرة في العيون، اللي هي الكيماويات اللي ما يعرفوش عنها حاجة وما بيخافوش. لا، ده هو عسل وما تخافش. احنا قلنا هيحرقك شوية، مفيش نص دقيقة، وهيتدمع. اهو انا عينيا اهو، عينيا. حط معاه ايه؟ هو عسل بس من غير ما تحط معاه حاجة، عسل صافي. ما انت بتقولك بتستعمل بالليل، بس ما عملش معاك ولا حاجة. نظفت قولونك؟ عندك مشاكل في الغازات، انتفاخات، كل المشاكل دي بتاعت البطن يا اخوانا. بتعمل ايه؟ بتتعب النظر. ما انت لو نظفت قولونك هتصحح لك النظر. رد يا شيخ، رديت يا شيخ. ينفع للعامل المياه البيضاء؟ ايوه طبعا. هو انت لو ما نفعكش مش هتضرك. بس يا اخوانا مش كل من هب ودب اللي ايه، واحد يقول لك انا شفت عملها يعمل. لا، انت تعبان اعملها، مش تعبان خلاص. معايا؟ اللي خلاك تقول رد يا شيخ يا خالد كنت تكتب التاني، تكتب تاني. ايه المشكلة يعني؟ عملية لازم ايه؟ عندي انتفاخ البطن ولكن ما عالجتش، ما عملتش تنظيف القولون. طب ما انا عارف، انا من غير ما انت تقول. مش انا قلت يا اخوانا لازم تنظف قولونك، لان نظافة القولون بتصح النظر. الف سلامة عليه. طيب اي حد يا اخوانا نظف قولونك، صورتي اهيت، هتلاقي تليفوني تحت الصورة. مش عارف تنظف قولونك؟ كلمني واتس وتعالى لي، او تليفون وتعالى لي، واتس اتصال.